تعالي لي بسرعه هوريكي معجزه من نص كيلو، اوريكي طلع لي قد ايه. غمضي عينيكي وفتحيها، والله العظيم 3 اتاكل منه. خليكي بس كده بسرعه، غمضي عينيكي بسرعه. ايه رايك؟ بصي اتاكل منه والله العظيم 3 وقفل لي. ايه رايكم بقى؟ من نص كيلو اهو، شايفين؟ من نص كيلو بس، من نص كيلو بس اتاكل منه والله. لي لايك بقى بسرعه وادعي لي دعوه حلوه من قلبك عشان اوصل لك كل جديد، ويوصل لحبايبي كل جديد. ومعلش انا اسفه اللي انا بقدم المقدمه والصاج متاكل منه وواقفين كمان. تعالي بسرعه يلا معايا على الفيديو. صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. بحبكم في الله، بحبكم جدا جدا. مساء الفل وصباح الفل على اللي بيشوف الفيديو بتاعي. صباح الفل على اللي بيشوف الفيديو بتاعي الصبح، ومساء الفل اللي بيشوف الفيديو بتاعي بالليل. النهارده بقى جايه لكم وصفه جميله جدا وعلى قد ايدينا، بدون لبن، بدون عجن، بدون اي حاجه خالص. شفت العجان؟ انا استغنيت عنه خالص، مش عايزاه. عايزه بس هعمل على ايديا. وصفه جميله وحلوه قوي قوي قوي. وصفه، عايزه اقول لك، ابني كان بره بيجيب لي حاجات، بيقول لي ماما الحاجه اللي انت هتعملها لنا النهارده ديت انا شفتها في الفرن. قلت له يا شيخ خليه والله بس شكلها جميل. قلت له ماشي هعمل لك. قمت عملت، وهنعمل مع بعضينا وايدينا في ايد بعض. بس قبل اي حاجه تدعي لي دعوه حلوه. عارفه الدعوه الحلوه اللي انا عايزاها منك ايه؟ اللي انت تدعي لي بالستر، ربنا يسترها عليا ويسدد ما علينا جميعا يا رب العالمين. النهارده جايه لكم بوصفه جميله جدا، وصفه الافران، القرص او الكحك، بطريقه سهله، طريقه جميله جدا، حلوه قوي قوي قوي. عايز تستغنى عن الزيت تمام، عايز تستغنى عن السمنه برضك تمام، مفيش مشكله. اللي عندك هتعملي بيه تمام كده. عايز تستغنى على لبن البودر اللي احنا هنحطه، مفيش مشكله خالص. شفت انا بقول لك ايه؟ خليكي بس معايا النهارده كده معايا. نحط الاول الدقيق. قبل ما نحط الدقيق معلش انا اسفه، هنا كده الخميره دي جميله جدا وحلوه قوي 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 في المعجنات، يا ريتك تجيبيها من الفرن. تمام كده. طيب انا هنا كده معايا منقل. نرفع الكاميرا ولا ايه؟ ولا مظبوطه كده؟ كويس ماشي. اي منخل عندك، مش شرط يعني المنخل ده. هعير كده بسم الله. بسم الله. بعد كده بسم الله واحد. انا كده بنخل دقيق. كنت بس برد معلش على التليفون. انا كده حطيت مج من الدقيق، انا كده بعاير المج التاني. تمام كده. انا مش هفصل الفيديو عشان تشوفوا كل حاجه قدامكم. تمام كده. معلش على الاشعارات اللي بتوصل. اي نوع دقيق عندك، اي نوع دقيق عندك. انا بقول لك يعني النهارده وصفتنا جميله جدا عفوا، جميله جدا ومتاحه معاكم. تمام كده.
بسم الله. يبقى انا هنا كده حطيت 4 كوبايات من الدقيق. المج اللي احنا هنعاير بيه السمنه على الزيت هو نفس المج اللي احنا بنعاير بيه الدقيق. تمام كده. هنشيل بقى بقيه الدقيق بتاعنا دوت ونيجي هنا. هاجي هنا كده في نفس المج ده، ماشي. اكسرها بس كده عشان يبقى انا هنا كده حطيت معلقتين خميره، سواء خميره بيره او خميره فوريه. تمام كده. وهاجي هنا كده هضيف فيها السكر، نفس المعلقه هضيف فيها برضو بيها السكر اهي. 1 ادي 2. وهاجي اجيب الميه، خليكي معايا. الميه يا ريت تكون دافيه عشان احنا في الشتاء. المعجنات جميله جدا حلوه، عايزه اقولك يعني دخلي بقى ايه في بيتك بقى كده الروائح الجميله كده اهو. هقلبها عشان نكمل وصفتنا. هقلبها كويس، ادوب بس السكر والخميره. انا هنا كده خلاص دوبت الخميره اهي زي ما انتم شايفين اهو. هركنها هنا بس لحد بس ايه ما نحط حاجتنا. تمام. هحط هنا معلقه حلوه كده كبيره من اللبن البودر. عايز تستغنى عنه برضو مفيش مشكله خالص. اللي بيطلع بقى المعجنات بتاعتنا ريحتها حلوه. طيب انا هنا كده بظهر المعلقه فانيليا. الفانيليا بتاعتي دي خام يا جماعه، خام. تمام. ما بجيبهاش من المكان اللي انا فيه. بسم الله. ما بجيبهاش من المكان اللي انا قاعده فيه. انا بجيبها من وسط البلد. تمام كده. طيب هقفل بس دي كده عشان ديت انا بحتفظ بيها في الفريزر. تمام. ودول كده يتدخلوا التلاجة. انا عندي هنا رشة بسيطة من الملح. تمام. عندي هنا كده معلقة كبيرة من الخل. هنا كده مج الا ربع سمنة زي ما انتم شايفين. تمام. هنضيف له زيت. هنضيف ربع كوباية المج معايا ده زيت. تمام. اهو. تمام كده. بسم الله. سمنتك في التلاجة زي ما انا ما كانت عندي كده طلعيها وسيحي حته، سيحيها. ماشي. مش تفضلي تهريها على البوتاجاز، لا سيحيها. تمام. ماشي. وبعد كده اعملي حطيها عايرها بقى طبعا في مج زي ما انا ما كنت عامله دلوقتي كده. بسم الله.
هدخل بقى ايه، استنى بص قربت لكم ازاي اهو. ادخل بقى السمنه كده في قلب الدقيق، بسم الله، زي ما انتم هتشوفوا دلوقتي كده. تمام. ومعايا ما شاء الله اهي، عايزه اوريكم، شايفين معايا بتتفاعل معايا ازاي؟ جميله، حلو، جميله جدا. عشان كده بقول لكم عليها. بصوا يا حبايب قلبي، انا فضلت ايه بس زي نظام البس بتاع الكحك، ماشي، بس طبعا ده فيه حاجات مختلفه طبعا غير الكحك خالص. تمام. بصوا شايفينها عملت معايا ازاي اهي، ماشي، ما شاء الله ما شاء الله. بصي معايا اتفعلت جامد ازاي. هنزل بيها بقى كده، هقلبها كده اهو. تمام كده اهو. حطي على الحوض على طول، حطي في الحوض على طول. ماشي. انا هنا كده معايا برضو ميه تاني دافيه، دافيه يا جماعه، ماشي. مش هحط الميه كلها طبعا، انا اللي خلاني حطيت الميه الاول. تحطي الخميره الاول. طيب لو خميره فوريه يا مسيف هنعملها كده؟ لا، هتضيفي كله في قلب الدقيق بتاعك، وبعد كده هتبسيه، ماشي، زي ما احنا ببسينا كده. تمام. وبعد كده هتعملي ايه؟ هنعمل مع بعض طبعا شويه بشويه من الدقيق. تمام. من الميه، معلش، شويه بشويه من الميه. دقيقك مش زي دقيقي، مش زي دقيق غيرك، اعملي حسابك في كده كويس. طب انا بقى هفضل هعجن فيها كده، ماشي، وهلم معايا العجين وهنشوف دنيتنا ايه. صدق ولا فيها خمر ولا فيها الكلام ده كله. تمام كده، وجميله وحلوه قوي ان شاء الله باذن الله هتعجبكم، وهتبقى في منتهى الجمال. كل ما قبل ما تخلص من عندك هتعمليها. طيب انا هنا كده هلم برضو العجينه بتاعتي. تمام. انا مش هعجن، انا بس هلم العجينه بتاعتي. تمام كده. ومش عايزينها ناشفه ومش عايزينها طريه، ماشي كده. ديك عايزه كده سنه ميه، اوعي موسى، عايزه سنه ميه. تمام كده. بصوا هنا يا حبايب قلبي، انا بزود شويه بالمعلقه، مش بكب كب. تمام كده. هلم برضو كده العجينه، انا مش عايزه العجينه بتاعتي ناشفه ولا طريه، ولا تديها اللي انت تبقى طريه خالص كده. تمام كده اهو كده باين. معاذ قاعد نعمل له ايه؟ بصوا بقى انا عايزاها ناعمه كده، شايفين؟ عايزاها ناعمه كده. هسيبها هنا بقى كده، ماشي، هترتاح بس، هترتاح. تمام يا جماعه، زي ما انا قلت لكم هغطيها دلوقتي. تمام. لازم تتغطى 10 دقايق، سيبها بس مرتاحه. عايزه بقى تعملي بقى حاجه بسيطه كخ، تابعوا على الفرن، ماشي. انا كنت بزود بالمعلقه، شايفين؟ انا مزودتش كتير اهي. تمام كده. اغطيها و10 دقايق نرجع مع بعض عشان نحضر الحشوه بتاعتنا. حبايب قلبي هنا كده، يلا نبتدي بقى ايه نحضر الحشو مع بعض. هنيجي هنا معايا السميد لدقيق البسبوسه. تمام. تجيبيه سايب عادي كده. انا كده حطيت 3 معالق دقيق سميد. هحتفظ بيه برضو تاني في التلاجة. انا بجيب الحاجات دي يا جماعه واحطهم برضو في التلاجة. تمام كده، ماشي. معايا معلقه صغيره من السمنه او الزبده ايا كان اللي موجود عندك. تمام. خليها هنا كده عشان هنوزع. تمام كده. طيب انا هنا كده عندي فانيليا، عندي 3 معالق من السكر، عندي معلقه صغيره من القرفه،
معلقة كبيرة من عسل النحل او عسل جلوكوز. ليه العسل النحل والعسل الجلوكوز؟ عشان تخليها متماسكة. تمام كده. واروح هنا مقلباهم مع بعض. هنا كده هكمل الحشوة معايا. هزود كده بس ايه معايا السمسم. انا هنا السمسم بجيبه برضو احتفظ بيه في قلب التلاجة. تمام كده. طيب التلاجة يا جماعة بتحفظ الحاجة بتاعتنا. معايا اهي كوباية من السمسم كده بالظبط كده. كوباية من السمسم نفس الكوباية اللي انا كنت معايا راميها. تمام كده. طيب معايا هنا معلقتين كبار من السكر. تمام. هنضيف معلقتين كبار من الزيت كده اهو. بس كده بس كده. واروح مقلباهم في بعض كده. الحشوة معايا جهزت خلاص. ماشي. ونبتدي نشوف هنعمل ايه مع بعضنا. هقلبها بس كويس. هدخل كده الزيت كويس جدا والسكر معايا. تمام كده اهو. الصاجات انا مغطيه بيها عندي العجين بتاعي اهو. تمام كده. انا كده خلصت. بصوا يا حبايب قلبي انا هنا كده حطيت زيت في قلب الصاج عندي. في قلب الصاج عندي. تمام. وهاجي برضو اروح دهنه بيه الصاج ده كده اهو. انا مش عايزه زيت كتير. تمام كده اهو. انا اهو يا حبايب قلبي خلاص معايا العجينه ما شاء الله ارتاحت معايا. تمام كده. هاجي هنا كده اروح عاملاها رول. تمام كده اهو. تمام. طيب انا هنا كده العجينه عندي من 25 جرام او 30 جرام. ما كتريش زياده عن كده. اروح عامله الكوره بتاعتي بالشكل ده اهو. طيب اللي ما عندهوش ميزان ويوزن او يعني ايه ما تعرفيش الجرامات. تمام. تبقى مثلا البضاية اكبر منها شوية. تمام كده اهو. تمام كده حبايب قلبي اهو. يا حبايب قلبي دي بالظبط كده 26 جرام. تمام كده اهو. انا هنا كده حاطه في قلب الصاج ده كده. انا هرصه وبعد كده هنبتدي الحشو. تمام كده يا حبايب قلبي زي ما انا موريكم كده. هخلص الكميه كلها وارجع لكم تاني. حبايب قلبي انا خلصت اهو. تمام كده. نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. همسك اول واحده كده اللي انا عملتها اهو. افردها كده بالطريقه دي. هاخد معلقه صغيره كده اهو كده. ماشي. واروح ماسكاها لماها كده. بصوا شايفين ازاي اهي. تمام. واروح جايه هنا كده اهو بالشكل ده. تمام كده. اروح جايه كده اهو. ما تبططيش عليها خالص. ما تبططيش عليها.
تمام زي ما انت ما شايفاها كده. انا ولا بططت ولا عملت، انا يا دوب اللي انا عملته ثواني، اللي انا عملته تمام، اللي انا امسك كده اهو العجينه بتاعتي بالشكل ده، كورتها كور زي ما انتم ما شايفين كده اهو، تمام ماشي، واروح فردها كده، واروح حاطه معلقه من السكر كده، واروح جايه لما العجينه كده، ربنا يهديك كده اهو. اهم شيء تقفلي كويس جدا عشان السكر ما يطلعش معاكي، الحشوه اللي احنا حطيناها ما تطلعش معانا اهي بالشكل ده، واروح جايه عاملاها كده اهو، ضغطه بيها كده اهو في قلب اهو، تمام كده. بس يا ريت تبعدي شويه عنها، اللي احنا بس هنسيبها 10 دقايق كمان، تمام كده اهو. سهله وبسيطه جدا ومفيش اسهل من كده، وزيها زي المحلات بالظبط، زي الفرن، معلش انا اسفه كده اهو. تعمليها زي البقعة، البقعة اه اي بالظبط كده زي ما انتم ما فاهمين كده بالظبط كده اهو، واروح جايه كده، تمام كده اهي. طيب في حاجه كمان انا عايزه اقول لكم عليها، لو انت مش حابه اللي انت تحشيها من جوه، تستكفي يعني، بس احنا بنتكلم زيها زي اللي بره، تمام كده. في ناس ما بتحبش اللهم صل على النبي، ما بتحبش ريحه القرفه نفسها، ريحه القرفه نفسها في ناس ما بتحبهاش، مش انا على قد ما بقدر اللي انا بفرد معايا كده، عشان بس ما تفرديش جامد عشان ما تتقطعش منك، تمام كده اهو، تمام. طيب في ناس طبعا ما بتحب زي ما انا ما قلت ريحه القرفه، ممكن ما تحطيش قرفه، ماشي، ممكن ما تحطيش قرفه خالص اهي، تمام. بس على قد ما تقدري اللي انتي ما تضايقيش جامد، ليه؟ عشان الجناب دي تستوي معاكي، شايفينها شايفين صباعي فين؟ الجناب دي تبقى مستويه، تمام كده اهو. والقرفة على فكرة يعني مفيدة جدا، يعني عايزة اقول لكم تبقى جميلة جدا والله. انا على قد ما بقدر اللي انا ما اسيبش فتحات، عشان خاطر تبقى معايا كويسة، والسكر والحشوة بتاعتي كلها كده ما تطلعش بره، تمام كده اهو. يعني انا بقى كده هخلص بقى الكمية كلها كده مع نفسي، وهاجي هنا اروح مخلصة وهوريكم في الاخر، تمام حبايب قلبي. انا خلصت زي ما انتم شايفين كده اهو، ماشي ما شاء الله، عمل لي كميه حلوه، ده كل ده من نص كيلو بس اهو، شايفين المنظر طبعا. عند الصاجين ما شاء الله كبار وحلوين،
وما شاء الله لا فرد معايا كتير وجميل جدا. ودلوقتي بقى انا كده هسيبه يهدى خالص عشان طبعا من ايديا وعماله بتفردي فيه طبعا تاني زي ما انا ما وريتك كده اهو بايديكي. بيبقى طبعا العجينه بتبقى سخنه لازم تهدى عشان ندخلها الفرن. نسيبها من ربع ساعه لنص ساعه بس، مش اكتر ولا اقل. من ربع ساعه لنص ساعه مش اكتر ولا اقل. قبل بس شايفين المواعين معايا اهي، شايفين المواعين اهي في قلب الحوض. تمام، اخلصها والم الدنيا وكمان احضر الغدا اوام كده على طول عقبال معايا الصاجات بتاعتي او القرص او الكحك زي ما انتم هتسموه طبعا، زي ما انتم هتسموه. كل حد وهو في بلده طبعا ما بيسمي الحاجه. المعجنات دي بالذات بتبقى ليها كذا اسم. تمام كده هسيبه دلوقتي يهدى، مش هسيبه على الرخامه، مش هينفع يتغطى خالص نهائي. تمام، انا دلوقتي هدخله الفرن. اقرب حاجه ليا هو الفرن عندي، مش هستخدمه دلوقتي، هستخدمه بس بعد ما اخلص عشان هعمل الاكل على طول. وبعد كده هطلعه احطه على الرخامه. هيكون كمان الفرن معايا سخن المطبخ بتاعي، وهيبقى المطبخ بتاعي دافي شويه. تمام كده حبايب قلبي، انا خلصت زي ما انتم شايفين. بصوا مغطيه ازاي عشان لازم اول ما يخرج هوريكم بقى المنظر. شكله حلو جدا وطري وتحفه. بصوا شايفين القلب بتاعه جميل قوي. هعمله معاكم خليكم معايا. اهو شايفينه ده محمر شويه بس شكله جميل جدا وحلو. هما بيحبوا الحاجه الحمرا كده على فكره. حطولي لايك بقى، لايك 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 لايك. القرفه فيه طعمها تحفه والله جنان. حطيلي لايك بقى بسرعه. هوريكي بصي بيطلع من الصاج من غير اي حاجه والله. السوا بتاعه اهو شايفين طعمه تحفه وجنان جنان جنان جنان. حطيلي لايك بقى بسرعه وفعلي لي الجرس. شاركي في قناه مطبخ ام سيف المصري عشان يوصل لك كل جديد. على فكره انا طالبه منكم طلب اللي انتوا تدعوا لي دعوه حلوه، بس انا مش طالبه منكم اي حاجه الا كده تدعوا لي دعوه حلوه. الساعه كام دلوقتي؟ العشاء اذنت من بدري اتاخدت اتاخدت يا معدوطه. حطي لي بقى بسرعه لايك كده وافعلي لي الجرس واشتركي في قناه مطبخ ام سيف المصري عشان يوصل لك كل جديد عشان ده كله هيتاكل دلوقتي حالا والاكل اصلا لسه على البوتاجاز. يلا تصبحوا على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايب قلبي معلش انا نسيت خالص هقول لكم. بصوا بقى انا عملت ايه، خليكم معايا. زي ما انتم شايفين كده حطها في قلب بوله كده. طبعا هي مش هتقعد طبعا ما شاء الله بألف هنا وشفا. واديكم برضو كنتوا معايا وشايفين كانت بتتاكل وهي على الصاج. نسيت خالص اقول لكم على حكايه تسويه الفرن. دلوقتي انا دخلت الصاجات في الفرن لما الفرن عندي سخن جامد، درجه الحراره بتاعته عاليه جدا. شغاله من تحت بس. الصاج تدخليه على الرف الوسطاني، ولو عايزه تفتحي الشوايه افتحيها حاجه بسيطه خالص لحد بس معانا القرص بتاعتنا الجميله دي تاخد وش. وبعد كده بس اهم شيء اللي انتي تخلي بالك منها. تمام كده دلوقتي بقى اتفرجوا بقى طبعا على الفيديو كله عشان تعرفوا التكات بتاعتنا وكده، وتشوفوا طبعا اللي حصل معانا في اخر الفيديو.